السلام عليكم. اليوم غنهضروا على واحده من اكثر النظريات اللي بدلوا النظره ديالنا للحياه، نظريه التطور. وهذه ماشي راي لا تخمين ولا خرافه، وانما واحد الاطار علمي مدعوم بالتجربه، بالجينات، بالحفريات، باش ما بغيت العلم. وغادي تولي تقرا الدراسات بواحد المنطق علمي، وغتفهم علاش داكشي كاين، وغتفهم الهضره ديال الانسان اصلا اللي ما كاين عمر نظريه التطور قالتها وكدور وبنادم متيقها وبزاف هضر على هادشي. اليوم غنعطيك غير اللوجيك ديال هادشي. اول حاجه نبداو بها هي شنو هي نظريه التطور. نظريه التطور هي واحد النظريه جات كتقول لنا انه الكائنات الحيه ما كتبقاش ثابته، وانما تتغير عبر اجيال طويله. علاش تتغير عبر اجيال طويله؟ بسبب تغير جيني حسب تفاعلها مع الطبيعه. يعني بالدارجه، واخا شي درجه درجه، ولكن الشرح المبسط الاخر ديال التفسير. هو بصح نظرية التطور لا تقول إننا كنا قردة، لكنها تقول إننا كنا سمكة، كما نشر نيل شوبين في كتابه في داخلك سمكة. يعني حسب نظرية التطور نحن مجرد سرديل. تخيل هذا الكارثة يعتقد بخرافة أنه كان سمكة، ويقول لك هذه حقيقة علمية بعقل نسبي جاء عبر ملايين السنين عن طريق العشوائية العمياء. وهذا هو النقيض بذاته، لأنه لا ثقة في عقل السرديلة. ثم الكارثة الثانية يقول لك إن نظرية التطور مثبتة بالتجربة. وهنا ندعو هكذا تكلم سرديلة يدير لنا شي تجربة علمية على التطور باش يكون أول حك سرديل يفوز بجائزة نوبل. لأن نظرية التطور مجرد ميتافيزيقا، لأن إثبات تحول كائن ما من حوض جيني إلى حوض جيني آخر عبر ملايين السنين لا يثبت بالتجربة ولا بالرصد المباشر. لذلك يقول كارل بوبر فيلسوف العلم في كتابه رحلة بحث لا تنتهي إن الداروينية ليست نظرية علمية قابلة للاختبار، بل هي مجرد بحث علمي ميتافيزيقي. لذلك هذه الخرافة عودها لهم في البحر باش يخرج الحوت تيضحك.